ماي جاد، انت خطير والله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في فيديو جديد على القناة. أنا أحمد عباس، طبيب مقيم في إنجلترا، وبعمل فيديوهات عن اللايف ستايل والسفريات اللي أنا بسافرها. والنهاردة يوم أجازة which means إن المفروض الواحد يستغله ويعمل حاجة مفيدة، بما ان في بصيص من النور ومش بتمطر في الشتاء الجميل بتاعنا ده، وفي وورنينج ان هيبقى في تلج الاسبوع الجاي، فربنا يستر يعني. فقلت ايه ده احسن وقت ان احنا ننزل نعمل رايد بالبايك بتاعتنا. خصوصا ان انا الفيديو الاخراني او الريل الاخراني اللي عملته وصورت فيه الموتوسيكل وبتاع، جالي كومنتس ان التصوير كان حلو وكل حاجه، بس احنا عايزين نشوف المكان اللي انت قاعد فيه ونشوف المنطقه والمناظر وكل الكلام ده. فعشان كده انا هطلع في رايد النهارده ان شاء الله وهاخدكم معايا. الرايد ملهاش هدف معين، احنا بس بنفضي دماغنا من كل المشاكل والحوارات والحاجات الكتيره اللي بنفكر فيها، بس وبنبقى مركزين مع الطريق والمزيكا في ودنا وبنصور وبنكلم الناس اللي بنحبهم. ف it's all gonna be good ان شاء الله. وانا هوريكم في الفيديو ده انا ببلان الرايد بتاعتي ازاي باستخدام الابلكيشن اللي انا بحب استخدمه اللي اسمه كالي موتو، فعشان تبقوا معايا في الصوره وتفهموا الرايد بتتعمل ازاي يعني بالظبط. يلا. اول ما بتفتح الاب بناخد نيو رايد وبعد كده كرييت راوند تريب، فبيدينا اوبشنز من ضمنها اول حاجه المسافه، فاحنا هناخد ميديوم سايز تريب او ميديوم ديستانس تريب 45 مايلز، وبعد كده بنختار اذا كنا هنمشي شمال غرب شرق جنوب. احنا هنمشي ناحيه الشرق، وبعد كده بنختار انواع الرودز اللي احنا عايزين نمشي عليها، فاحنا هناخد وايندنج رودز. واخر حاجه بندوس على شو اون ماب، فبيبتدي كرييت راندوم تريب كده، وبيبتدي يقول لنا المسافه اكسبكتد هنخلصها في قد ايه. زي ما انتم شايفين على الخريطه هتلاقي خطوط لونها زرقاء which are الروتس اللي انا عملتها قبل كده، فانا فرقت كتير قوي في المنطقه دي. والاحمر اللي هو التريب اللي احنا هنعملها، وبيحط لك طبعا التشيك بوينتس 1 2 وبس كده. يلا بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. نظبط المرايات. Oh wow. Are you going here? طبعا في ناس بتكسر انها تنزل مع الموتوسيكل عشان تملى البنزين، بس سيفتي وايز المفروض تنزل مع الموتوسيكل عشان لو لا قدر الله حصل اي حاجه تبقى انت بعيد عنه يا عم. في فيديوهات اتعملت هنا ان في ناس بتملى وهي قاعده على الموتوسيكل، تلاقي الناس اللي قاعده في الكيوسك جوه يقول له انزل من على الموتوسيكل. سو باي بامب او باي كاشير، احنا هندفع عند الكاشير. بس كفايه كده، حلو قوي. الناس هنا بتفتكر ان انا من المغرب، لما رحت عملت صيانه الموتوسيكل عشان من المطار رحت جبت الميداليه دي مكتوب عليها موروكو والجمل اهو. ثانك يو. يلا بينا.
this is exciting. انا بقالي فتره كبيره قوي ما نزلتش بالموتوسيكل لفه كده من غير هدف يعني. دايما ببقى رايح اجيب طلبات مش عارف ايه كلام زي كده. بس لازم حاجه ان الارض ناشفه يعني النهارده، وده انجاز في الشتاء العظيم اللي احنا فيه ده. هاي سيري فوليوم داون. معلش انتوا هتلاقوني بتكلم مع سيري كده كتير. ثانك يو. تفكر تعدي ولا ما تعديش؟ جو 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 فاست 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 فاست. يلا بينا. واحدة من الحاجات اللي بحبها في الموتوسيكل ده ان الكلتش بتاعه خفيف. عدي يا معلم. عشان كده ما اعرفش الكاميرا هتبقى جايبه ولا لا، اي هوب ان هي تبقى جايبه، بس انا ماسك الكلتش ليترالي بصباع واحد يعني، وده انجاز لان في موتوسيكلات ما مش كده يعني، لازم تبقى حاطط على الاقل صباعين. بس ان انت تبقى ماسكه بصباع واحد ده بيديك ابيليتي ان انت تعرف تكنترول احسن وتبقى ماسك كويس قوي يعني، فيل سيفر يعني من الاخر. anyways فان شاء الله باذن الله خلال الاسبوع ده باذن الله ابقى خلصت قصه الطوارئ، لو عدت الكام شيفت اللي فاضلين على خير باذن الله، وده معناه ان انا هبقى خلصت ماي هوسبيتال روتيشنز. يعني انا من الفتره الجايه ان شاء الله هبقى شغال بقى الفتره الجايه في ماي تريننج كلها في جي بي سيرجريز، و I think that's a very good opportunity. بعد ما نلف هنا اوبس I should have waited but I didn't. ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد. كنا بنقول ايه؟ فبعد كده هبقى موجود في الجي بي سيرجريز، و I think that's a very good opportunity ان احنا نتكلم، عشان السؤال ده انا بتسأله كتير، يعني ايه جي بي اصلا، وايه الموازي بتاعها في بلادنا العربيه. فكل الحاجات دي عايزين نتكلم عليها برضو once I figure out انا فين بالظبط، عشان انا دخلت فعلا 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 في باك رودز بقى. يليوي. نايس. اوكي. بس احنا محتاجين نركز هنا علشان شايفين الطريق عامل ازاي، يعني ليتري مفيش مكان غير العربيه واحده. بس بقى اوه لا 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 كده احنا بنهزر. انا نيد تو ستوب هنا يا معلم. يعني شايفين كمان هنا بيسموها البوت هولز او النقر اللي موجوده زي عندنا بالظبط يعني. ناخد الحته دي بالراحه جدا جدا جدا. انت ايه يا معلم الشوارع الغريبه اللي انت موديني فيها دي؟ هي اتس فن، محدش قال حاجه يعني. نطلع على الطريق بس الكبير اللي هو المفروض هنطلع عليه دلوقتي اي هوب، بعد كده نشوف ايه الدنيا. اوكي. شيز سكريمر. صوتها عالي قوي. بس هو كل البارلل توين هتلاقي صوته عالي كده، ده الطبيعي يعني بتاعه. anyways طيب كنا بنتكلم على موضوع الجي بي. what is a GP و I think that's دي حاجه مهمه نتكلم عليها، علشان زي ما قلت ملهاش equivalent to the best of my knowledge في بلادنا العربيه يعني. ففي مصر مثلا هقول لك ان اقرب حاجه للجي بي هي الفاميلي ميديسن او اسمها طبيب الاسره. يعني ايه بقى، ويعني هم بيعملوا ايه بالظبط؟ بص يا معلم،
الجي بي ده تخصص زيه زي اي تخصص تاني. يعني في مصر مثلا احنا بنطلق كلمه جي بي دي على الجنرال براكتيشنر، اللي هو ايه، اول ما حضرتك تتخرج من الكليه. ده ايه ده؟ It's a very interesting day النهارده. والله العظيم حاجات غريبه بتحصل. يلا ما علينا، انا مش عارف هو بيعمل ايه بس ماشي. ففي مصر مثلا لما تتخرج من الكليه يبقى اسمك جي بي، جنرال براكتيشنر. فطبعا الناس بتفتكر يعني انت رحت انجلترا وخدت تريننج ومش عارف ايه عشان تبقى جي بي. طب ما انت كنت جي بي من الاول. لا يا معلم، هنا الدنيا مختلفه، لان الجي بي ده بعد ما بتخلصه ان شاء الله بتاخد حاجه اسمها سي سي تي او Certificate of Completion of Training، وبتبقى زميل للكليه الملكيه اللي هي اللي الناس بتحبها جدا في مصر، الام ار سي بقى، وات ايفر بقى، سي بي لو انت انترنالست بتاع ميديسن يعني، او ممكن تبقى او جي لو انت اوبسن جايني، او ممكن تبقى حاجات تانية كتيره بقى كلها ايه انيشلز يعني للتخصص بتاعك. طبعا بما ان انا جي بي فان شاء الله بعد ما اخلص الامتحانات هيبقى اسمي او هيبقى معايا حاجه اسمها ام ار سي جي بي، اللي هي زميل كليه الملكيه للجي بيز او للجنرال براكتيشنرز. وقلنا اقرب حاجه ليها هي طبيب الاسره. ليه؟ لان السيستم نفسه هنا في انجلترا مختلف. يعني ايه؟ يعني في مصر مثلا بعد الشر عن اي حد تعب، حد مش عارف ايه، يقول لك ايه، انا حجزت ميعاد عند دكتور قلب، انا حجزت ميعاد عند دكتور مخ واعصاب. ده بقى مش موجود هنا، مفيش حاجه اسمها كده. انت الناس دي انت بتروح للجي بي بتاعك اللي هو الدكتور بتاعك اللي عنده التاريخ بتاعك بقى من ساعه ما انت اتولدت بقى، بكل حاجه جات لك، بكل المشاكل اللي انت مريت بيها، بكل الحاجات دي. شايفين المكان جميل ازاي؟ Oh my god, it's amazing. I absolutely love it. احنا عايزين نقف ونصور، صح؟ صح؟ I think so. بس خلينا نشوف اقرب مكان سيف ممكن نقف فيه. ولازم حاجه ان هو الحمد لله النهارده يوم في وسط الاسبوع ف it's not busy. تعال نشوف هنا ممكن ندخل ولا لا. I think we could. Let's go. Oh, horses! I love horses! تعال نروح نركن عندهم من غير ما نخدهم، بس احنا عايزين نلف الاول. بس كده. فين المفتاح؟ يلا في اليلا. Can't fucking turn it off. come on. البتاع عشان فيه 500 حاجة. It's not easy. Yes. Yeah. الحمد لله على السلامة. اقدر اقول لكم بصوا انا واقف عشان اركب الموتوسيكل بتاعي. بصوا المنظر كالتالي، وده قطيع جاي معدي ووقف جنبي وفور سام ريزن هو مصمم ان هو يجي جنبي وقعد يلحسني. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، انت خطير والله العظيم، مش مصدق. استنى ماي فريند فروم ذا وايلد. ازاي؟ لا وسايبنا نلمسه وبتاع. ازيك؟ عامل ايه؟ انت عارف انا لو معايا سكر والله كنت اديتك، بس انا مش معايا للاسف. ممكن اسلم عليك طيب كده يا لهوي انت ازاي جميله كده. انت ازاي خطيره كده، ايه الحلاوه دي؟ طب انت مش بتضحكي ليه؟ بس هو شكله حزين. ليه حزين؟ زعلان ليه؟ ها؟ زعلان ليه؟ ليه زعلان؟
يا حلاوتي يا حلاوتي، انا كنت خايف يعضني. وجاي مع صحابه هم. ان انا في الوقت ده بمر بفتره برضو محتاج اركز فيها في حته ان انا بنقل من مكان لمكان، وبنقل من مكان لمكان علشان انا الرنت اجريمنت بتاعي في المكان اللي انا قاعد فيه خلص خلاص، او هيخلص كمان اسبوعين يعني. فانا كنت مسحول الفتره اللي فاتت ان انا بدور على اماكن جديده. وهنا لما بتدور على مكان تأجره مش بتروح تشوف المكان وعجبك فخلاص بتاخده، لا ده انت بتبقى كانك بتروح تعمل انترفيو بالظبط. بتروح تقعد مع اللاند لورد او اللاند ليدي اللي هم اصحاب المكان، وتقعد تحكي لهم بقى انت كنت فين وانت بتعمل ايه في حياتك ومرتبك كام. بص بيعرف كل حاجه عنك، وطبعا لو في كريمنال ريكورد او اي حاجه من الكلام ده. وبعد كده يقول لك ايه، يعني انا رحت مثلا شفت مكان عجبته في المكان، وبعد ما الناس دي كلها بتشوف المكان بيبتدي صاحب المكان يختار، يقول لك انا عايز ده ومش عايز ده، ومش مش لازم يدي لك اسباب. فانت فعلا بتبقى حاسس ان انت رايح انترفيو اللي هو يا رب يحبوني يا رب يحبوني. فدعواتكم ان الموضوع يعدي على خير يعني، لان لو ما لقيتش مكان خلال اسبوعين دي معناها ان انا قاعد في الشارع. فربنا يسهل ان شاء الله ويعديها على خير يعني. فاني وايز في 500 حاجه في دماغك بقى غير الجو طبعا. النهارده الصراحه الواحد ما يقدرش يفتح بقه يعني، الحمد لله نعمه وفضل يعني. بس بصفه عامه يعني الجو صعب جدا وهواء رهيب. انا عايز اقول لك ان الموتوسيكل ده وقع اتقلب مرتين. احنا محتاجين نلف ومحتاجين نركز في الحته دي عشان انا ما عملتش الجير الصح. بس قشطه الحين عايزين نلحق بسرعه 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 بسرعه. يلا بينا. بس بقى فانت يعني عامة اللي عايش في اوروبا بصفة عامة هتلاقيه عايش في دوام على طول، حوارات كده على طول، فاهم؟ فلسه كنت متفرج على فيديو قريب لواحد قاعد في المانيا بيقول لك ان هو كان بيسترس اليوم كله علشان مش فاكر رمى كيس الزباله في المكان اللي هو المفروض يرميه فيه ولا رماه في المكان بتاع الريسايكلز. فطبعا لو هم اكتشفوا ان هو رماه في المكان الغلط بيبقى فيه كاميرات، فممكن تجي له غرامه وبتاع. فانت على طول عايش بقى في حوارات بالطريقه دي يعني. فالحمد لله يعني هي ماشيه اهي. بس الواحد ما بيصدق انه يلاقي وقت كده يفصل فعلا. وبصراحه موضوع الموتور بايكنج ده من اكتر الحاجات اللي بتخليك تفصل يعني فعلا. ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ ده هبل يعني المفروض اللي قصادنا ده كان يقف عشان مش ده اللي كان جاي في وشنا ده يقف، لان الطريق ده بتاعنا احنا اللي لينا بايورتي مش هو. وانا دوست الكلاكس غصب عني.
وبكده نبقى خلصنا التور بتاعنا. اتمنى ان انتوا تبقوا استمتعتوا بيها زي ما انا استمتعت بيها. في موتوسيكل جاي دلوقتي فانا عايز اعرف هو ده ايه. ده ياماها جاي ورايا اهو. بس السوبر ماركت هنا بيبقى فرصه حلوه قوي ان انت تتكلم مع الناس اللي عندها موتوسيكلات، لان في ناس عندها موتوسيكلات كتير وهم عاملين سبيشال باركنج هنا للموتور بايكس، فبتبقى فرصه ان انت تقابل ناس وتقعد تتكلم معاهم وتتعرف عليهم. يعني it's so nice. يعني تخيل انت رايح السوبر ماركت and you're making friends at the same time. anyways thanks for watching و I hope you enjoyed it. ولو عجبكم يعني do not forget ان انت تسيب لي thumbs up او تسيب لي comment. قول لي نفسك تشوف ايه في فيديوهات جايه ان شاء الله، وانا I'll see what I can do.